سلام البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله نلقاكم بخير وان شاء الله تكونوا متهنيين. نقول لكم صحة رمضانكم وصحة صيامكم، وكل عام وانتم بألف خير وينعاد عليكم علينا بالصحة والهنا. الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم اكيد راح تكون وصفات رمضانية متنوعة. وش طيبت وش درت. اليوم حبيت نشارك معاكم كيفاش حضرت الفطور اول رمضان. من الجراتان، من جيلي للجراتان للبوريك للكسرة، وحتى تحضير طاولة الفطور مع البنات. خليكم البنات حتى الاخير باش تشوفوا كل التفاصيل. ويلا البنات نروحوا الكوزينة ونطيبوا مع بعضنا. بون البنات كيما راكم تشوفوا، دخلت للكوزينة على 3 تاع العشوة. حطيت البنات البورمة تاعي فوق النار، بديت ندوزن في البورمة تاعي البنات. هنا البنات حطيت المقادير اللي نحتاجهم. اول حاجه البنات حطيت طروف تاع اللحم، قصيتهم طروف صغار البنات وما كثرتش على خاطر من عيلتي صغيره. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا حطيت لي زيبيس. هنا لي زيبيس البنات حطيت البصل، حطيت اللحم ولي زيبيس البنات. لي زيبيس نديرهم في الجيل البنات، ندير فلفل الفلفل الاكحل، ندير الفلفل الحلو والحار، ندير تيب الكرويه، ندير الكمون، ندير شويه في قرفه، وندير البنات الكركم وهكا البنات. ودرت الملح البنات، وهنا ندير البنات الزيت. درت البنات غنجيه كبيره نتاع الزبده، وزدت لها 2 غناجي تاع الزيت. كيما هكا البنات انا نقلي البرمه تاعي تاع الجيري بغنجيه الزبده و2 غناجي زيت، مش يجي جيري بنين البنات. ودرت البنات دبشه او المعدنوس كيما راكم تشوفوا. وهنا البنات رميت الحمص. انا الحمص البنات ما نكثرش. هنا البنات الجيري كاين اللي يدير الحمص وكاين اللي ما يديرش الحمص، وكاين اللي يدير الزيتون في بلاصه الحمص البنات، وانتم ديروا واش حبيتوا كيما راكم تشوفوا البنات. وهنا البنات بعد ما درت لي زيبيس ودزنت البورمه تاعي حركتها ونقصت عليها الغاز باش تتقلى على ماء على اقل من مهلها. وهنا البنات درت غنجيه صغيره هريسه ما كثرش البنات، مش جاري ما يجينيش حار. البنات عندي بنتي صغيره ما تحبش الماكله الحاره، كي تلقى الماكله حاره ما تاكلهاش. شوي ما كثرتش البنات، درت باش يبنن برك الجاري. ودرت البنات غنجيه كبيره معمره طماطم كيما راكم تشوفوا. وحركت كيما تشوفوا برمتي وخليتها تتقلى. كيما راكم تشوفوا البنات. وبعد البنات ما خليت برمتي تتقلى مليح 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 بداش تخرج الزيت تاعها. ندير البنات فنجان، ندير فنجان البنات فريك البنات. هنا الجاري تاعي انا ندير الفريك والمرمز البنات، عفوا نخلط الفريك والمرمز باش يجيني الجاري باهي البنات. وانتم البنات قولوا لي الجاري تاعكم كيفاش درتوه، اكتبوا لي في التعليقات البنات، وباش كل واحدة تهز وتدي افكار على اختها. ما تبخلونيش البنات بنصائحكم، انا ننصحكم وانتم تنصحوني. كيما راكم تشوفوا البنات حطيت فنجان فريك مع المرمز البنات. شمخته وصفيته من بعد حطيته يتقلى شوي مع لي زيبيسو كيما راكم تشوفوا. من بعد البنات هزيت ماء سخون يغلى، كبيته في البرمه تاعي. حطيت الماء سخون ضربه واحده البنات، مش ما نزيدش نبقى نزيد الماء باش تطيب لي البرمه تاعي سوا كيما راكم تشوفوا. وخليته يطيب
نقصت عليه شوي الغاز. البنات الجيري ما نقوي فيه الغاز، ما نقص فيه الغاز مويان باش يطيب على راحته. هنا البنات رحت البطاطا تاعي كيما راكم تشوفوا، قشرت البطاطا وطيبتها. كاين البنات اللي تطيب البطاطا، كاين اللي تفورها، وكاين اللي تطيبها في الماء. انا البنات طبختها في الماء بركه، ومن بعدها هرستها مليح كيما راكم تشوفوا. انا البنات درت قاعده نهرس فيها في الشوكه، لانها كونتيتي ماهيش كبيره البنات. درت كعبه بطاطا مويا كيما راكم تشوفوا، ونمعس فيها وهي سخونه، اللي تتمعس البنات كيما راكم تشوفوا. حبيتكم البنات تعيشوا معايا الاجواء تشوفوا معايا كيفاه ندير في فطوري. وهنا البنات بعد ما معست او هرست البطاطا تاعي مليح مليح كيما راكم تشوفوا، ومش نحي لها الكعابر البنات، لازم تهرسوها مليح وتمعسوها مليح باش ما تقعدش شكل الكتل والكعابر في البطاطا. رحت البنات مش نفوح البطاطا تاعي وندير لها نزيد لها المقادير تاعها البنات. انا مع محسوب البوريك تاعي نخدمها بالبطاطا، كاين اللي يديرها بالفيونداشي وكاين اللي يديرها بالبولي. البنات انا محسوب قليل ونديرها بالفيونداشي وقليل نديرها بالبولي، ديما محسوب نديرها بالبطاطا كيما راكم تشوفوا. هنا البنات درت بطاطا، درت لي زيبيس، درت غنجيه صغيره هريسه، درت شويه طون وشويه دبشه وخلطتها البنات. وكيما راكم تشوفوا بديت نعمر في ورق البوريك كيما تشوفوا البنات. هنا الفرماج تاعي ما نخلطوش مع البطاطا، نحب نديرو من الفوق باش يخلي الجو تاعو كي تجي تاكلي كعبه البوريك يذوب لك الفرماج في تلقيه يذوب لك في فمك كيما راكم تشوفوا. وبعد البنات نلوي الكعبه تاع البوريك تاعي كيما راكم تشوفوا. انا البنات هنا قسمتها على زوز الكعبه، بديت نلويهم البنات واحدة بواحدة، ومن بعد حطيتهم في الصحن كما راكم تشوفوا. حبيت نوري لكم البنات زوز كعبات كيفاش راني ندير فيهم. هنا البنات درت الفرماج لافاش كي كان عندي فرماج لافاش تاع لافاش كيري، درتو البنات في البوريك كما راكم تشوفوا. زدت البنات الكعبة الثانية باش تشوفوا كيفاش راني نلوي فيها. البنات الكاينه اللي تدير البوريك كيما راكم تشوفوا كيمينات ديرها طويله كيما هكا، وكاين اللي ديرها البنات مثلث وكاين اللي ديرها كاري، وكاين اللي ديرها شغل شكل سمبوسه ديرها صغيره خلاص البنات. والوحده كيفاش تطبق البوريك تاعها كيما راكم تشوفوا البنات. ونحطهم البنات في الصحن ونغطيهم البنات بالسيليفون باش ما تديرش القشره وما تيبسش ليا، باش تقعد محافظه على الطراوه تاعها البوريك كيما هكا راكم تشوفوا البنات. ونحطهم على جنب ونغطي ونخليهم حتى يقرب وقت الفطور باش نقليهم. وهنا البنات حطيت البوريك تاعي كيما قلت لكم على جنب. ونروح البنات هنا البنات بديت ندير في المرقه الحلوه تاعي. قبل ما ندير المرقه الحلوه البنات درت سلطه مشويه حطيتها في مقله، بعد ما شويتها البنات درت فلفل حلو حار ودرت شويه طماطم شويتهم البنات على في الطابونه، وبعد البنات نقيتهم وفتفتهم البنات
حطيتهم البنات في مقلاة مع شوية زيت مع شوية فلفل اكحل، يتقلوا شوية البنات باش ينشف هاك الماء. وفي الاخير البنات زدت ليهم شوية خل، طفيت عليها الغاز، وتكون هنا تكون سطهم شوية تاعي واجدة. البنات رحت للمرقة الحلوة البنات تاعي درت البنات فنجان سكر مع زوز كيسان فنجان سكر مع زوز فناجل ماء. البنات حطيت غنجية زبدة، حطيت عود قرفة كيما راكم تشوفوا. وبعد البنات حطيتهم حتى لين غلو البنات، ورميت البنات الزبيب، ورميت البنات المشمش، خليتهم يطبخوا البنات كي يوصل البنات المرقه تاعي، لاصوص تاع المرقه تاعي باش تتعسل البنات. ثم نرمي قريب نرمي البنات العوينه، ونرمي البنات شبح الصفر، نقطر الشبح الصفرة والعوينة. البنات ما يدوش وقت كبير البنات، لأنهم يروحوا البنات يتحلوا البنات في المرقة. وبعد البنات نرمي غنجية مع الزهر، ونطفي على الغاز ونخلي نحطها على جنب. وبعد البنات كما راكم تشوفوا البنات رجعت كملت تطيب، حضرت كما قلت لكم المرقه، ورحت المرقه تاع الدجاج البنات باش ندني طاجين تاع الدجاج البنات. حطيت صدر خليته يطيب فيها مع صوص كما راكم تشوفوا. بعد ما طاب لي البنات الدجاج فتفته في الاشوار، وحطيته في المول الاسطوري كما راكم تشوفوا. دهنته بالزبده البنات باش ما يلصقليش كما راكم تشوفوا. ودخلته البنات للفور يطيب. والبنات درت البنات الكسرة رخصيص كما راكم تشوفوا، طيبتها وطابت لي بنات وحطيتها على جنب. حتى الكسرة عجنتها بيدي وطيبتها، والريحة كانت تشهي. رجعت هنا البنات للصالون انا والبنات باش نوجدوا طاولة الفطور. وكانت بنتي صغيرة هي اللي حبت تعدل الطاولة البنات وتزينها كي قرب وقت الاذان. خليتها هي اللي تعدل في الطاولة كما راكم تشوفوا البنات. شوفوا معايا كيفاش بنتي تعدل في الطاولة، واعطوني البنات رايكم اسكو تعرف تعدل بنتي الطاولة ولا لا. وقولوا لي انتم البنات بناتكم يساعدوكم في رمضان ولا لا، اكتبوا لي البنات في التعليقات. كيما راكم تشوفوا انا رحت البنات رجعت انا للكوزين نكمل في الفطور. رحت نشوف الجراتان تاعي طاب ولا لا. البنات قصيت الكسرة تاعي حطيتها في كوربايه. البنات حطيت المرقه تاعي الحلوه في الصحن، حطيت السلطه المشويه تاعي البنات طفيت على الجاري، ومحسوب كل شيء طاب البنات. وحطيتها في الصحن، ومن بعد درت اللمسات الاخيره كيما راكم تشوفوا. وصبيت البنات الجاري في كيما راكم تشوفوا حطيته في وهنا البنات رجعت قبل الاذان بربع ساعه. رحت البنات بديت نقلي في البوريك كيما راكم تشوفوا، لان الوقت ما بقاش ليه باش يدن المغرب. هنا البنات شوفوني كيف حطيت المرقه الحلوه تاعي في الصحن، وزينتها بشوي لوز فيليه من الفوق. هنا البنات بنتي تعدل رجعت لبنتي شفتها كيفاش حضرت الطاوله. البنات شوف حطت لبنتي كل شيء فوق الطابله، حطت التمر كيما راكم تشوفوا، حطت كل شيء الماكله كلها في الصحن. وهاك شفتوا معايا تحضيرات فطور اول يوم في رمضان. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش ديروا لي لايك البنات، تشتركوا في القناه وتفعلوا البنات الجرس باش يوصلكم كل جديد. قولوا لي البنات في التعليقات واش حبيتوا اكثر حاجه في الفطور، وهل عجبكم الفطور. وكان هذا هو فطوري البسيط البنات، ورمضان مبارك عليكم.